انا كل بقول لك يا كابتن، السنة بس هو ايه اللي الناس شايفاه في مرموش احنا مش شايفينه انا وانت؟ جايز عشان احنا جاب جون في ليبيا. يعني ده الجون ده كان يعني احنا يعني استغفر الله العظيم اقول ايه؟ لا بجد يعني ده في ليبيا. ايه يعني هو بعد كده مع لعب، احترامنا طبعا لا لمنتخب لعب ليبيا. في كاس الامم ولعب الماتشين بتوع ايوه السنغال. ايه النتاج؟ يعني ايه اللي بيعمله في الدوري الالماني؟ ايه الانجاز اللي بيعمله عشان يجي يخليه منتخب يجي. مصر؟ تصدق بالله لا اله الا الله. احمد مدبولي قده 100 مره. احمد بتاع مدبولي الاسماعيلي اقسم بالله ايجابي عنه 100 مره. بجد والله، يعني ما مش انا بقول يعني لك مش اهو. شايف حاجه. بس هي بقى ايه؟ احمد مدبولي احمد مدبولي احسن منه واعلى منه 100 مره. خش بالانتر، خش بالانتر. اهلا بيكم في حلقه جديده بذا ماستر اوف تحليل. النهارده هنتكلم على كل الصفقات المهمه اللي حصلت في سوق الانتقالات الشتويه واللي لسه محتمل ان هي ممكن تحصل. الدوري الانجليزي هو اكتر دوري حصل فيه صفقات الفتره اللي فاتت. مانشستر سيتي كان ليه نصيب الاسد بثلاث صفقات هم خلاص خلصوا، وصفقتين ما زالوا محتملين في خط النص لتعويض رودري. هنبدا بالصفقات بتاعت مانشستر سيتي. اول صفقه مانشستر سيتي هي الصفقه الاقوى والاكبر في سوق الانتقالات الشتويه السنه دي، وهو نجمنا المصري الجديد عمر مرموش. Not away properly. Marmoush against his former club. Omar Marmoush makes it 14. Marmoush, he took it well. Omar Marmoush, and there's the opener. Kann sich durchsetzen. Mit ein bisschen Glück. Marmoush in den Strafraum. But he didn't. 4 minutes to go. That free kick is absolutely spot. Oh, he has. انتقل عمر مرموش من انتراخت فرانكفورت مانشستر سيتي في صفقه اتكلفت تقريبا 80 مليون يورو. الصفقه مدتها 5 مواسم ونص، وهي صفقه مهمه جدا لمانشستر سيتي. مانشستر سيتي كان بيمر الفتره اللي فاتت بفتره تذبذب في المستوى جدا، وكان عنده مشكله اصابات كتيره في الخط الهجومي، فكان عايز لاعب بيقدر يغطي كل الاماكن الهجوميه. مرموش بيعرف يلعب وينج شمال، بيعرف يلعب مهاجم، بيعرف يلعب ورا المهاجم، وده اللي خلى جوارديولا متمسك بالصفقه دي جدا. ارقام مرموش مع انتراخت فرانكفورت الموسم ده في الدور الاولاني ارقام مرعبه جدا. مرموش سجل 24 هدف وعمل 12 اسيست في 26 مباراه. لعيب وحيد فقط في الدوريات الخمسه الكبرى هو اللي كان عامل اجوان واسيستات اكتر من مرموش. طبعا هو نجمنا المصري محمد صلاح نجم ليفربول كان عامل 22 جون و18 اسيست. نيجي للصفقه الثانيه للسيتي، وهو المدافع الاوزباكي صاحب ال 24 عام عبد القادر خوسانوف. عبد القادر خوسانوف انتقل من نادي لانس الفرنسي لمانشستر سيتي في صفقه اتكلفت تقريبا 40 مليون يورو. مده الصفقه 4 مواسم ونص. اللعيب زي ما شفنا ان هو بيمتاز بالقوه البدنيه، السرعات، الارتقاء العالي، التدخلات السريعه. هتقدر تحكم عليه دلوقتي هو كويس هو لا لازم مع الماتشات ونشوفه في الماتشات، لان الدوري الفرنسي غير الدوري الانجليزي، وبرضه الضغوطات الموجوده في لانس غير الضغوطات الموجوده في مانشستر سيتي. نيجي للصفقه الثالثه. الصفقه الثالثه هو برضه مدافع، وهو المدافع البرازيلي فيتور ريس. فيتور ريس انتقل من بالميراس لمانشستر سيتي في صفقه كلفت 40 مليون يورو. مده الصفقه 6 مواسم ونص. الصفقه دي كل اللي احنا هنعرفه عنها ان لما اتسال تياجو سيلفا مين شايف مدافع حاليا برازيلي وعنده القدره ان هو يلعب في الدوريات الكبرى، قال كلمه واحده هو فيتور ريس. برضه زي عبد القادر خوسانوف هتقدر تحكم عليه دلوقتي ان هو كويس ان هو وحش، مش هتقدر تحكم عليه تماما غير على ارضيه الملعب. هيبقى المانشستر سيتي صفقه هي من لاعبين بنسبه كبيره مش هيبقى ليهم الصفقه دي هتكون في نص الملعب لتغطيه غياب رودري الفتره الجايه دي كلها.
الصفقه مش هتخرج بره اندرسون نص ملعب اتلانتا او كامبياسو نص ملعب اليوفي. طيب مين المغادرين من السيتي لغايه دلوقتي؟ تقريبا لغايه دلوقتي تاكد او بنسبه 90% ان ووكر بقى في اي سي ميلان. إيدرسون عليه كلام، هل هيكمل ويمشي في الصيف ولا هيمشي لدوري روشن من يناير دلوقتي؟ لسه مش اكيد. ما اظنش ان في حاله ثانيه في مانشستر سيتي، فنخش بعد كده ليفربول. ليفربول عندهم 3 مشاكل غريبه. عندك اول حاجه ان انت صلاح عقده فاضل فيه 6 شهور وما جددتش لغايه دلوقتي، ولسه متجدد في يناير اللي هو في ايديه ان هو يمضي لاي فريق تاني. نجم فرقتك هداف الدوري الانجليزي، ان انت ما جددتش لصلاح لغايه دلوقتي دي كارثه. طبعا الفتره اللي فاتت في كلام كتير على انتقال وارد لصلاح لنادي الهلال السعودي. المبالغ اللي متقدمه من وجهه نظري هي مبالغ فلكيه، اذا كانت زي ما بيقولوا من اول 650 الف استرليني في الاسبوع لغايه ما اتفتى واتهبت كتير واتقال ان هو 10 مليون يورو في الاسبوع. وجهه نظري انا الشخصيه، مش ارقام ومش اي حاجه لغايه دلوقتي. صلاح هيفضل في ليفربول وهيوصل هو وليفربول يعني لمبلغ هيبقى كافي للفرقتين، مرضي للاثنين. فعلى ما اظن صلاح هيجدد وهيبقى في ليفربول. يتبقى 2 لعيبه هم من نجوم الفرقه اصلا، ترينت الكسندر ارنولد وفان دايك. ترينت الكسندر ارنولد اتقدم له عرض الفتره دي في يناير من ريال مدريد بمبلغ 25 مليون يورو. العرض ده اللي رفضه ليفربول لان هم شايفين ان هم ممكن يقنعوا ارنولد ان هو يكمل معاهم ويجدد عقده. يقال برضو ان ريال مدريد هيقدم عرض تاني قبل نهايه يناير عشان ياخد ترينت الكسندر ارنولد في فتره الانتقالات دي. برضه من وجهه نظري ان ليفربول هترفضه، وان ترينت الكسندر ارنولد هيبقى مجاني لريال مدريد في الصيف. نيجي للاعب الاخير فان دايك، احسن مدافع في العالم تقريبا. ان انت يبقى في عقده 6 شهور وما تجددلوش عشان عنده 33 تقريبا او 34 سنه، ده حاجه مش مفهومه بالنسبه لي. انا افهم لما لعيب هيبقى عنده 33 34 سنه يبدا مستواه في النازل، ابدا ما تجددلوش. لكن ما زال هو احسن مدافع في العالم، فان انت ما تجددش لفان دايك ونلاقي فان دايك مثلا في الهلال السعودي او في فرقه ثانيه منافسه ليك هتبقى مشكله كبيره قوي لليفربول. ليفربول هيستقطب حد في فتره الانتقالات الشتويه السنه دي؟ لا ما اظنش. في الصيف هتبقى في صفقات كتير قوي ليفربول، بس في الفتره دي مش هيبقى في انتقالات خالص ليفربول. نيجي للنادي التاني. ارسنال عنده مشكله كبيره في الخط الهجومي. ساكا مصاب، جابرييل خيسوس اصابه لاخر الموسم. حاولوا الارسنال يتعاقدوا مع سيسكو من لايبزيج الالماني. لايبزيج الالماني قال لك هو مش للبيع في يناير، لو هنبتدي نفكر في البيع فهيبقى في الصيف. ارسنال عشان يعرف ينافس ليفربول على الدوري الموسم ده، لان هو المفروض والطبيعي ان هو المنافس الاساسي لليفربول على الدوري السيزون ده، لازم مهاجم. لازم كمان تبتدي تشوف، لان مارتينيلي مش في مستواه، تروسارد مش احسن حاجه. لازم تشوف تدعيمات كتيره في الخط الهجومي. يقال برضو ان انت في فتره الانتقالات الصيفيه صليبه ريال مدريد بدا يغازل فيه. ريال مدريد طالما بدا مع لعيب هياخده. فلازم هتضطر ان انت كمان في الصيف تدعم الخط الدفاعي. نيجي بعد كده لقطب مانشستر الثاني، مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد من ساعه ما جه اموريم هو خلاص مش مقتنع بمستوى راشفورد، فراشفورد بقى فري ان هو هيمشي تقريبا، مش فري، هو واخد الضوء الاخضر ان هو هيمشي، فبيحاول يمشي في الفتره دي عشان يعرف يستعيد مستواه. العرض الوحيد اللي جاي له لغايه دلوقتي هو من نادي برشلونه الاسباني. برشلونه برضو الحاله الماديه عندها مش اقوى حاجه، فما اظنش ان الصفقه دي هتتم. مانشستر يونايتد اموريم طلب لعيب بعينه وهو نكونكو مهاجم تشيلسي. نكونكو الفتره اللي فاتت برضو ما لعبش خالص مع تشيلسي، لعب عدد ماتشات قليله، عدد دقائق قليله،
وهو لعيب كان في الدوري الالماني السنه اللي فاتت من احسن لعيبه الدوري الالماني. فعلى ما اظن ان برونكو برضه هيبقى بنسبه كبيره في الصيف ده في اليونايتد. المفاوضات شغاله، شغاله. وصلت لحاجه لغايه دلوقتي؟ لا ما اظنش. نيجي لاخر النادي معانا في الدوري الانجليزي وهو استون فيلا. الفيلنز عرفوا يخطفوا مهاجم حلو قوي من بروسيا دورتموند، دون المالي انتقل من بروسيا دورتموند لاستون فيلا بصفقه تقريبا اتكلفت 24 مليون يورو. مده الصفقه 4 سنين ونص. هجوم استون فيلا بالصفقه دي بقى حلو قوي، ان انت تلاقي واتكنز جنب دون المالين او دون المالين جناح، وقدام في الهجوم واتكنز. صفقه حلوه قوي، والاستون فيلا قوي قوي قوي، خصوصا ان هم السنه دي مستواهم مقارب لمستوى السنه اللي فاتت، وبينافسوا على المراكز المؤهله للتشامبيون ليج. خلص معانا كده الدوري الانجليزي، نروح للدوري الاسباني. الدوري الاسباني العملاقين ريال مدريد وبرشلونه الاثنين تقريبا مش هيخشوا بقوه كبيره في فتره الانتقالات الشتويه. بعد الماتش السوبر ما بين ريال مدريد وبرشلونه، احنا قلنا برشلونه محتاجه لتدعيمات كتيره في الخط الدفاعي. خرج علينا فلورنتينو بيريز قال لك انا بالنسبه لي كافي تشاوميني موجود، رجوع ألابا من الاصابه، ومدافع جديد اسمه اسينسيو قلب دفاع، هو ده اللي هنكمل بيهم الدفاع الموسم ده. لو الريال هيخش في صفقه من الصفقات، هو مكمل برضه في صفقه ترينت الكسندر ارنولد، هيقدم عرض فوق ال 25 مليون يورو. والله ليفربول قبلها، هيبقى ترينت الكسندر ارنولد في الملكي في يناير. ما قبلهاش ورفضها زي العرض اللي فات، فكده هنقدر نقول ان ريال مدريد ما عندوش اي صفقات في يناير، خصوصا بعد ان صفقه الفونسو ديفيز اترفضت من بايرن. نيجي بعد كده للعملاق الثاني في الدوري الاسباني، برشلونه. برشلونه على ما اظن ان الحاله الماديه اللي هو فيها مش هتخليه يستقطب نجوم كبيره، بس هو عنده صفقتين محتملين. الصفقه الاولانيه زي ما قلنا راشفورد من مانشستر يونايتد، خصوصا ان اموريم فعلا بقى خلاص مش مقتنع بيه تماما، فممكن راشفورد نلاقيه في يناير في برشلونه. الصفقه الثانيه برضه بين وهو جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن. جوناثان تاه برضه فاضل في عقده 6 شهور، ما جددش عقده مع باير ليفركوزن. هيقدروا يجيبوه في يناير، هيجي ببلاش في الصيف، ده اللي هنقدر نشوفه في ال9 ايام اللي جايين. غير كده برشلونه هتجيب صفقه كبيره، هتجيب اكتر، اصلا صفقتين اكتر من دول لا ما اظنش بسبب الحاله الماديه اللي عنده. الدوري الاسباني بعد كده كله صفقه تقيله اتقالت ان هي حصلت لغايه دلوقتي، لا ما حصلش. يتبقى لنا صفقه واحده هي اللي بالنسبه لي اللي تستحق ان هي نتكلم عليها، وهي صفقه كفارتيليا لباريس سان جيرمان. انتقل كفارتيليا من نادي نابولي الايطالي لباريس سان جيرمان. الصفقه اتكلفت تقريبا 75 مليون يورو، مده الصفقه لغايه 2029. هتبقى صفقه مفيده قوي لباريس سان جيرمان، وهرجع افكركم تاني ان كفارتيليا في باريس سان جيرمان هيعلى قوي قوي قوي. صفقه اوروبيه تانيه الفتره دي ما اظنش ان في صفقه اوروبيه مهمه، او ما فيش صفقه اوروبيه تقيله. ممكن خلال ال9 ايام الجايين يحصل اي حاجه، اي صفقه هحاول ان انا اتكلم عليها على طول في شورتس على الصفحه. نيجي بقى للحاجه المهمه دلوقتي، الايجيبشن ليج. عيني يا عيني يا عيني، يا سلام يا سلام يا سلام، وهو ده الكلام. واوعى القطر، اوعى القطر يا عم الحاج. الدوري المصري في يناير فيه كلام كتير عن انتقالات لعيبه، في لعيبه سابت فرقها ومشيت، في لعيبه لسه محتاجين ان احنا نشوف تجديد العقد بتاعها هيبقى نظامه ايه، وفي اهتمامات بكذا لعيب من جوه وبره مصر. هنبدا من نادي الزمالك. نادي الزمالك عنده مشكله في تجديد عقد زيزو. لا ده زيزو هيجدد ب 100 مليون في الموسم، لا ده هينتقل للنادي السعودي، لا ده والد زيزو دلوقتي قاعد مع مجلس اداره الزمالك بيجددوا العقود، لا ده الموضوع ده فشل. لا هنعرف الصح فين ولا هنعرف الغلط فين. تجديد عقد زيزو هيفضل الدنيا ماشيه كده لغايه ال9 ايام جايين في يناير، هنبتدي نفهم هل زيزو مكمل مع الزمالك ولا بره الزمالك. زيزو اهم لاعب في مصر او احسن لعيب في مصر من وجهه نظر ناس كتير،
بس برضو من وجهه نظري لا عمر الزمالك هيقف على زيزو ولا على غير زيزو. هنشوف الفتره الجايه ايه اللي هيحصل. الزمالك برضو عنده اهتمامات في اكتر من مركز. اول حاجه لجنه الكوره عرضت على بروس اللاعب محمد ربيعه مدافع نادي سموحه، مدافع كويس جدا على فكره، مقدم موسم كويس لدرجه انه خليته ينضم للمنتخب في المعسكر اللي فات في نوفمبر. برضه لجنه الكوره عرضت على بروس مهاجم نادي مونتريال الكندي اوبوكو، ومتوسط نص ملعب فاركو محمود جهاد. مين في الصفقات دي هيجي في الزمالك او مين مش هيكمل الفتره دي هنعرف في ال9 ايام اللي جايه. لكن في حاجه اكيده او صفقه اكيده في الزمالك حتى الان لا يوجد. ومن الزمالك بعد كده هنروح على سيراميكا كليوباترا. سيراميكا عرف يشتري عقد احمد القندوسي من النادي الاهلي ب 30 مليون جنيه مصري، وده على فكره مبلغ اقل من نص المبلغ اللي اشتراه بيه الاهلي من سنتين. وده اللي يخلينا بعد كده نروح للاهلي. في ايه في الاهلي؟ ده اللي عايزين نعرفه. واضح قوي ان في خلل في اداره ملف التعاقدات في النادي الاهلي. كام لعيب جه في اخر 5 سنين دول ومشي وخد مبالغ قد كده من غير ما يقدم اي حاجه للاهلي. تعالى نعدهم كده شويه بشويه. من اول باكاماني وجيرالدو ووتر بواليا، موديست جدو موديست الله يمسيه بالخير، برونو سافيو، ميكيسوني، كريستو اللي جه ومشي من غير ما تعرف مستواه اصلا. السنه اللي فاتت مشي كذا لعيب مهم قوي في الاهلي واتصاب كذا لعيب مهم، وانا مش عارف انت كده عوضتهم ولا لا. يعني مشي محمد عبد المنعم، عوضته المفروض باشرف داري ويوسف ايمن، عشان يجي بعد 6 شهور يوسف ايمن ماشي هو دلوقتي راجع قطر بعد ما لعب ماتش واحد. ماتش واحد. لا انت عرفت مستواه هو كويس ولا وحش. لعب الماتش زي الزفت، بس انت مش عارف اصلا مستواه حلو ولا وحش. مش ماتش اللي هتقيس عليه لاعب. الباكين عندك مصابين، رحت جبت عمر كمان عبد واحد وعطيه الله مكان علي معلول ومحمد هاني. طب الخط الامامي، الهجوم، انت متخيل منظر هجوم الاهلي حاليا من غير امام عاشور واسامه ابو علي؟ انت متخيل ان الاهلي بيلعب في موسم السنه دي ب3 جناحات منهم واحد مصاب، واحد انت مشيته خلاص؟ انت بتلعب ب3 جناحات، بتلعب بتاو وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر مصاب، تاو مشي، وبتلعب بجناح واحد حسين الشحات. بتلعب بلعيبه النص الملعب كلهم جناحات، شويه تنزل امام عاشور. ليه؟ فين تعاقدات الاهلي؟ بلاش. انت في بدايه الموسم رحت جبت عمر الساعي ب 50 مليون من الاسماعيلي، وانت عندك احمد القندوسي لو رجعته من كليوباترا هو احسن من عمر الساعي. رحت بعد كده بعته في سيراميكا كليوباترا ب 30 مليون. كل ده وانت عندك كاس عالم للانديه بعد 6 شهور من دلوقتي. عندك كاس عالم للانديه، المفروض ان انت هتجيب تعاقدات سوبر عشان تروح تلعب كاس عالم للانديه. بتتغلب على ارضك من اورلاندو بايرتس 2-1 عشان كل اللعيبه تقريبا مش مركزه. ولما بتطلع في المؤتمر الصحفي مارسيل كولر طلع يقول لك هو انا اصلا في لعيبه اتعرضت عليا عشان اوافق عليها او ارفضها. ويجي المترجم يقول لك هو انا ازاي هقول حاجه زي كده على العالم؟ حاجات انا ما شفتهاش في اداره الاهلي من فتره طويله، او ما شفتهاش تقريبا من اداره الاهلي. طلع من 3 ايام على القناه الرسميه للاهلي ان الاهلي تعاقد مع العش من زد، عشان يطلع بعد كده مذيع على قناه هو في اداره زد يقول لك لا اصل في العش ولا طار. اداره الاهلي بيتعمل فيها كده، النادي الاهلي عموما بيتعمل فيه كده. عشان دلوقتي انت بتروح عايز تدور تجيب محمد ربيعه اللي الزمالك برضه عايزه. اداره التعاقدات في الاهلي بقت فاشله قوي الفتره دي. تعالى بقى كل شويه صحيفه مجريه في لعيب سلوفاكي ولعيب نيوزيلندي جاي الاهلي وخلاص بيخلص. هتصدق مين وتكذب مين؟
عموما هنشوف خلال ال9 ايام دي في اي تعاقدات هتيجي في النادي الاهلي، لان في حاله عدم وجود اي تعاقدات قويه في النادي الاهلي في ال9 ايام اللي جايين دول، انا منتظر كارثه هتحصل في الفتره الجايه في النادي الاهلي. كارثه، هزيمه تقيله، خروج من بطوله مهمه بنتيجه تقيله. هنشوف الفتره الجايه ايه اللي هيحصل. على ما اظن كده نكون وفينا كل الانتقالات المهمه اللي حصلت في كل الدوريات، او كل الانتقالات المهمه اللي حصلت في العالم الفتره دي. حاجه اخيره انا عايز اتكلم عليها. انا مبسوط جدا وبشكر كل حد قال لي تعليق على الفيديو اللي فات، اذا كان ايجابي او غير ايجابي. بشكر كل الناس اللي كلمتني وقالت لي لا ده انت غلط في كذا وصح في كذا وغلط في كذا وكذا وكذا وكذا. انا اتبسطت، حسيت ان انا بعمل حاجه والناس مهتمه بالحاجه اللي انا بعملها. شكرا ليكم جدا، ومحتاج لايكاتكم ومحتاج سبسكرايب للصفحه على كل الفيديو ده. ان شاء الله هحاول ان انا اثبت يومين في الاسبوع بعد كده، مش اكيد لان احنا لسه في الاول، بس ان شاء الله هثبت ان بعد كده يبقى في الاسبوع فيديوهين مش فيديو واحد، خصوصا ان احنا محتاجين دايما فيديوهات للدوري الانجليزي، هيبقى يوم خاص بيه لوحده. كان معاكم حسام حسن من ذا مصر في تحليل الميركاتو الشتوي. سلام.